وتمت القرعة ودلوقتي حان دور التوقعات. اللي متابعنا كويس عارف ان انا جيت السنة اللي فاتت عملت حلقتين توقعات بعد دور ال16 والحظ ضرب معايا بصراحة وفلحت. فانا بقول لك اهو من دلوقتي لو انت كده عايز تعرف مين اللي هيبقوا في دور ال16 من قبل ما دور المجموعات يتلعب اصلا فكمل الحلقة دي عشان تعرفهم. انا مش عارف انا جايب الثقة دي منين بصراحة، بس انا كده توقعاتي مش بتخيب يا ابني، توقعاتي كده مش بتخيب. الخميس 31/8 اتعملت قرعة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، وزي ما انت شايف قدامك كده هي دي التقسيمه بتاعت ال 32 فريق اللي اتقسموا على الثمان مجموعات، منها المتوازن واللي معروف مين هيصعد فيها، ومنها المعقد جدا وبرده مش معروف مين اللي من الممكن ان هو يصعد فيها كمركز اول وكمركز ثاني. فمعلم ادينا لايك وسبسكرايب وشير وتابعنا على كل اكونتات السوشيال ميديا ظهرت قدامك على الشاشه، وهتلاقي اللينكاتها كلها موجوده في الديسكربشن. وتعالى بسرعه عشان عندنا كلام وشغل كتير ومفيش وقت. يلا بينا نتوقع مع بعض الفرق الصاعده من دور المجموعات وترتيب المجموعه بالكامل، وخلي الحلقه دي عندك عشان نتحاسب في دور ال16. المجموعه رقم 1 او جروب A واللي فيها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وكوبنهاجن وجالاتا سراي. بص هو انت هتشوف من اول ما تبص على المجموعه كده، من اول ما تشوفها لاول مره هتقول ده كده البايرن ويونايتد وش هيصعدوا، بس بص تاني كده البايرن فعلا فرصه اكبر. بس انا ليه كل مره بيحصل فيها قرعه ولا اي نيله يلبس معايا البايرن الفرقه انا بشجعها؟ يعني بقى لنا 17 سنه ونص كان بيجي مع برشلونه، دلوقتي يلا خد مانشستر. ليه فرقه رخمه جدا مع احترام الكل اللي بيشجعوها يعني. المهم ان بالنسبه للبايرن زي ما قلت لك هو فرصه في الصعود كبيره، فرصه في الصعود موجوده، ممكن ان هو ينافس عليها طبعا، وهينافس هينافس شويه لكن برضه هيقدر ان هو يصعد عن المجموعه. الفكره كلها بتكمن في مانشستر يونايتد اللي مع بدايته في اول 3 مباريات لم تكن البدايه المبشره المتوقعه من تنهاج في هذا الموسم، بالاضافه ان نادي مثلا زي جالاتا سراي عمل موسم انتقالات جامد جدا، وعنده مجموعه من الاسماء بتاعه اللعيبه اللي يقدر فيها ان هو ينافس ويرخم ويبقى منافس شرس. عندك زياش وعندك لوكاس توريرا وعندك زاها وعندك ايكاردي وعندك ديريس ميرتنز وعندك انخيلينو في الدفاع. عنده مجموعه من الاسماء بيقدر ان هو يعمل بيها فريق كويس. احنا بنشوف ايكاردي الراجل في الدوري التركي توهج بعد ما سنين اخر سنه ولا سنتين ليه مشاكل مع انتر ميلان، بعد كده بيروح لنادي باريس، بعد كده على طول بيروح لنادي جالاتا سراي. الراجل بيتوهج في هذه السنه، هي مش الاسماء اللي تخليه يعمل حاجه في البطوله ويتقدم لمراحل متقدمه في البطوله، لكنه عنده فرصه ان هو ينافس بيها، وهيرخم جامد على البايرن وهيرخم جامد على مانشستر يونايتد. وكده كلنا عارفين مانشستر يونايتد يعني الراجل اللي هيروح هناك في تركيا هيتعادل هيجي يتغلب في اولد ترافورد عادي. طب بعد الكلام ده ان جالاتا سراي منافس صعب، وان خلي بالك برده يعني كوبنهاجن مش السهل قوي للدرجه دي بس فرصه مش كبيره، اتفق معاك. واليونايتد اللي اداؤه مش مظبوط قوي او مش مبشر قوي. ترتيب المجموعه هيكون كالاتي: بايرن ميونخ اللي هيصعد في اول المجموعه، بعد كده بيجي عندنا مانشستر يونايتد بفرق نقطه او 2 بالكتير على جالاتا سراي في المركز الثالث ويروح للدوري الاوروبي، وفي المركز الرابع كوبنهاجن. ويبقى ده هو ترتيب المجموعه الاولى اللي منها ننتقل الى جروب بي. جروب بي او مجموعه الدوري الاوروبي زي ما انت شايف قدامك تتكون من اشبيليه وارسنال وبي اس في ايندهوفن ولانس الفرنسي. خليني اقول لك ان الفريق انت الحمد لله على السلامه، انت جيت دلوقتي صح؟ كان البانل بتاعت شايف الشغل البانل بتاعت الجروبس دي او بتاعت الفرق دي خلصت، فانت جيت دلوقتي فالحمد لله على السلامه صح؟ الحمد لله على السلامه. قول لي ايه رايك بقى في الحوارات والحاجات اللي عماله تحصل دي؟ خليني اقول لك ان الفريق صاحب اكبر فرصه للصعود في هذه المجموعه هو ارسنال، بدون فلسفه ولا حنيكه ولا بقى اقول لك ان سهوله المجموعه تلعب دور الضغط على لعيبه ارسنال وان الكلام ده كله فكسان يا باشا. ارسنال وفرقه ثانيه كده هنجيلها، الاثنين دول لو ما صعدوش من المجموعات بتاعتهم لدور 16 ما يستحقوش يلعبوا في كاس مصر. شوف انا وصلت بيك لحد فين، شوف انا نزلت بيك لحد فين. فارسنال اللي امامه او معاه في المجموعه اشبيليه وبي اس في ايندهوفن ولانس الفرنسي اماله كبيره جدا في الصعود، بس مش ميه. عارف انت اقول لك سهل ميه؟ لا مش ميه، مش للدرجه دي. طب ليه؟ اشبيليه هو فريق ليه تاريخ برده وكل حاجه، لكن اشبيليه اللي بادئ في موسم الدوري الاسباني بدايه سيئه، لم يعني اشبيليه ما بداهاش بقاله اكتر من 30 سنه في الدوري الاسباني، ومشى برده الراجل ياسين بونو. بالاضافه لان دوره حياه اشبيليه مش بتاعه دوري ابطال، دوره حياه اشبيليه هو فريق اساس على دوري ابطال عشان خاطر يكون هو واخد دوري اوروبي من قبلها ويكون متوسط
الترتيب في الدوري الاسباني، بيلعب في الدوري الابطال 6 ماتشات بتوعهم دور المجموعات، والراجل بيطلع المركز الثالث يروح الدوري الاوروبي، يبدا بقى يوسف النصيري بقى والهجمات المرتده وهوب تاخد هوب نهائي ياخد البطوله. يعني دي حاجه، ده دوره حياه نادي اشبيليه، دي دوره حياه نادي الاندلس. فادي اشبيليه بي اس في ايندهوفن هو فريق محترم، فريق منظم، فريق مع مدرب مستقر، اخذ المركز الثاني في الدوري الهولندي السنه اللي فاتت ومؤدي كويس وعمل ماتشات كويسه. فانا ممكن اقول لك ان ايندهوفن هيكون هو صاحب المركز الثاني، هو الراجل اللي هيبدا ان هو ينافس ارسنال على صداره المجموعه. ولونس برده عمل ماتشات كويسه في الدوري الفرنسي وعمل اداء كويس. كان عنده الراجل الكوما لويس اوبندا، الراجل البلجيكي، لكنه خلاص انتقل. الراجل ده تقريبا راح سيلزبورج او لايبزيج، راح حته من الاثنين دول. فلكن يعني عملوا برده انتقالات وعملوا صفقات وهكذا، لكنه مش من الانديه اللي ممكن هيبقى زي سيلتيك كده، عارف اللي هو سيلتيك الانديه اللي بتيجي كده تنافس معاك في دور المجموعات بس مش اكتر. فارسنال اول، وبي اس في ايندهوفن ثاني، واشبيليه ثالث، ولونس رابع. ده يمكن كمان لونس يبقى الثالث واشبيليه يبقى الرابع، الله اعلم. لكن ارسنال هيصعد من هذه المجموعه، هيصعد. ونيجي بقى على المجموعه الثالثه، المجموعه اللي جماهير نادي ريال مدريد اوعى تتغش في هذه المجموعه الثالثه او مجموعه سي، اللي تتكون من نابولي وريال مدريد وسبورتنج براغا ويونيون برلين. وهنا بنتكلم على نقطه ثقه بعض مشجعين نادي ريال مدريد او حتى طريقه بعض مشجعين نادي برشلونه على سهوله مجموعه ريال مدريد قبل ما نعرف مجموعتنا. بس رساله لكل واحد مشجع لنادي ريال مدريد، صدقني يا صديقي والله ما هي سهله، والله خداعه جدا. يونيون برلين كان فريق عامل اداء عالي جدا في الدوري الالماني، وكان بينافس على صداره الدوري الالماني في استغلاله لسقوط بايرن ميونخ وسقوط مستوى دورتموند، اللي بعد كده لما رجعوا اخذوا المركز الاول والثاني. لكنه كان فريق بيعمل مستوى رائع على قد الامكانيات بتاعته، فيما معناه ان ماتش ريال مدريد ويونيون برلين سواء كان في سانتياغو برنابيو او في ملعب يونيون برلين كده كده مش هيكون سهل، مش هيكون لقمه سهله ان انت تاكلها وتخلص منها. وبالنسبه لنابولي ده كان ماتش انا اتمناه السنه اللي فاتت، اتمناه في عز سباليتي، لكن نابولي مع رودي جارسيا الراجل تقريبا قال لك مش ماشيه ما تلعبش فيها. هو الراجل جه قال لك انا همشي نفس الكلام بتاع سباليتي والدنيا ماشيه، وعامل اداء كويس في الدوري الايطالي، 2 لعب 2 فوز وصداره الدوري وهكذا. فبرضه ادي كده عندك منافس تاني صعب، عندك منافس رخم. يمكن املك في براغا انت تعرف تاخده رايح جاي، ممكن يرخم عليك في تعادل، هتبقى موقفك صعب جدا. طيب بعد الكلام ده كله برضه اتوقع نابولي في الصداره، ريال مدريد مركز تاني بس هيتنافس. هتقول لي ما انت جبت ايه جديد يا ابني؟ اقول لك ان هو هتبقى المنافسه صعبه. يونيون برلين مركز ثالث وبراغا هيكون مركز رابع. بس خليك فاكر انا قلت لك ان هي صعبه، عشان لو حصل وجات صعبه بس الترتيب جه مختلف ما تقوليش انت بص قلت لك ان هي مهمه صعبه لريال مدريد ونابولي. علشان ننتقل للمجموعه دي، المجموعه الخزوقه بالنسبه لي، المجموعه اللي في ناس كتيره مش واخده بالها من ان هي قد ايه صعبه جدا. بنفيكا وانتر ميلان وسالزبورج وريال سوسيداد. عارف انت السنه اللي فاتت لما كنا بنقول ان نادي انتر ميلان فريق عادي، والفريق العادي ده في الاخر صعد لنهائي دوري ابطال اوروبا امام السيتي ولوكاكو ضيعوا منه. اهو الانتر نفسه وقع قدام 3 فرق عاديين اللي هو ما تضمنهمش، ساعات يوم مؤدين اداء جامد ويصعدوا، وساعات اليوم مؤدين اداء وحش جدا. بنفيكا الراجل بقاله كذا سنه بصراحه وكذا نسخه بيصعد من دور المجموعات. عندك على مستوى سالزبورج وعلى مستوى ريال سوسيداد فرقتين في ملعبهم رخمين، خصوصا ريال سوسيداد، وفرقتين في التحولات السريعه والهجمات المرتده رخمين جدا، عندهم هذا السلاح، والاثنين فرق منظمه جدا. فاللي هو الانتر صعد وش كده، الانتر هياخد اول المجموعه، ده بنفيكا بقى ده مش عارف ليه، لا خالص. انا حاسس ان المجموعه دي هتبقى اكتر مجموعه فيها مفاجآت. المجموعه دي هي اكتر مجموعه هتقول يا نهار ابيض ازاي الانتر الثالث مثلا وبنفيكا الرابع، فاهم؟ هيبقى ممكن يبقى فيها حوارات، هيبقى ممكن يبقى فيها حاجات مفاجاه الموسم. هي دي المجموعه اللي هتقول لك ان هي محليه الموسم بتاع دوري الابطال، طبعا غير المجموعه ضرب نار اللي هنجيلها. يعني انا بتكلم على المجموعه اللي يبقى فيها مفاجآت، فيها بوم. يحسب بس للانتر ان هي دي مجموعه اقل بكتير من مستوى صعوبه المجموعه اللي فاتت من بايرن وبرشلونه وفيكتوريا بيلزن، لكن كده كده هي مجموعه خداعه، هي مجموعه صعبه، هي مجموعه مش سهله. خصوصا ان الانتر عمل موسم انتقالات كان عمر كلمكم عنه في حلقه هتلاقيها ظهرت في الاي. الموسم ده مش مقنعني، حاسس ان الانتر هيروح في سكه غامقه كده مش عارف ليه. بس كتوقع كمنطق انا اتوقع ان الانتر هيصعد في المجموعه دي كمركز ثاني، والمركز الاول هيروح لبنفيكا، والمركز الثالث هيكون ريال سوسيداد، والمركز الرابع هيكون سالزبورج. شايف اللي انا قلته ده المنطق. حاسس مجرد احساس ان هيحصل مفاجاه كبيره في المجموعه دي، خلي بالك. المجموعه السادسه والمجموعه التلمه، المجموعه اللي هي عدمه، اللي هي ما فيهاش ملح،
فاينورد واتلتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك. هتقول لي بس اتلتيكو مدريد هيصعد، اقول لك يا باشا اتلتيكو مدريد ده يصعد لو كان معاه في المجموعه ليفربول والميلان ومثلا اي فرقه رابعه، يقول لك ايه دي مجموعه صعبه يركز فيها ويصعد. اتلتيكو مدريد بيعلمنا هو واخوه يوفنتوس ان هم اصحاب اكبر خوازيق لجماهيرهم في دوري الابطال، بغض النظر يعني على التيشيرت انا لابسه، بس هم اصحاب اكبر خوازيق في دوري الابطال، اللي هم بيجوا معاهم فرق نظريا على الورق اسهل منهم، اقل منهم خبره، اقل منهم اسماء وتنظيم وهكذا، لكن في الاخر بتلاقي اتلتيكو مدريد خارج بره، بتلاقي يوفنتوس خارج بره، فده شيء غريب جدا. فتقول لي اتلتيكو مدريد هيصعد في المجموعه دي اول، اقول لك لا مش هيصعد اول. ليه؟ عشان عندك فاينورد. فاينورد الراجل برده فريق يا جماعه هولندي بيلعب مع رود فان نيستلروي، هو المدرب بتاعه، واخدوا الدوري الهولندي مع انتكاسه اياكس. طبعا اياكس ما كانش من اول ثلاثه اصلا في الدوري الهولندي السنه اللي فاتت، وفريق منظم، ما شفتلوش ماتشات كتير في الدوري الهولندي لكن شفت له ماتشات في الدوري الاوروبي واداها بشكل كويس جدا. فده فريق منظم، ده فريق صعب، فريق برده ليه اهميه، ليه تقل. عندك لاتسيو مع ماوريسيو ساري، مش بادئ بنفس البدايه اللي بداها السنه اللي فاتت في الدوري الايطالي، لكنه السنه اللي فاتت في الدوري الايطالي عمل ارقام اتغطى عليها بس من الصيت اللي كان واخده نابولي، لكن برده كان عامل ارقام مميزه جدا ورائعه جدا للاتسيو. فلاتسيو فريق منظم، وساري برده فريق ايطالي، يعني هتلاقي اتلتيكو مدريد خد الكوره هات الكوره، يعني مش هيبقى في حد عايز يروح الجون. طب ترتيب المجموعه هيكون ايه في الاخر؟ فاينورد في المركز الاول هيصعد اول. العقل والمنطق يقول لك ان انت تروح لاتلتيكو مدريد، لكن هقول لك ان لاتسيو هيكون في المركز الثاني، واتلتيكو مدريد هو اول الفرق الكلاس ايه الكبيره اللي هتخرج بره دور ال 16 في الموسم ده، او في الحاله انا بقول لك عليها التوقعات دي. اتلتيكو مدريد في المركز الثالث، وفي النهايه هيكون عندنا سيلتيك في المركز الرابع. سيلتيك الراجل ده بيجي حال القعده، هو بيلعب بشرف وبيلعب ماتشات كويسه لكن ما بيصعدش، فبيجي حال القعده كده وخلاص. والمجموعه اف بقى، المجموعه اف بقى مجموعه ضرب النار بقى، مجموعه ضرب النار الجامده بقى، بروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، اي سي ميلان، نيوكاسل. اللي هو تيجي تقول ده باريس، لا باريس ايه ده باريس ده عمل انتقالات وراح ميسي وراح منه نيمار وراح منه راموس، وبرده ما عملش تدعيمات ولسه بيغير جلده وبتاع مش عارف ايه. طب ما الميلان تقول لك الميلان بقى جاب بوليزيتش بقى ولوفس الشيك وبتاع وتشيكويزي وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله، يقول لك طب ما هو الميلان برده لما باع تونالي واخد الصفقات بتاعته ورمم من النادي تقريبا، فهو جاب صفقات في نص الملعب والهجوم بس، يعني ما جابش حتى في الدفاع. فتقول لا الميلان لا. طب بروسيا دورتموند اللي كان بينافس على الدوري الالماني في الوقت، لا برده ما تحسش ان بروسيا دورتموند ممكن يعمل حاجه السنه دي في دوري الابطال. طب نيوكاسل بقى وتونالي بقى هيلاعب الميلان بقى، وتعالى نشوف على فلوس الصفقه، يعني هيلعبوا على فلوس الصفقه، بس نيوكاسل اللعيبه والخبرات الاوروبيه وفي نفس الوقت هم جامدين جدا على ملعبهم، بس بره ملعبهم برده ما شفناهمش. طب فمالهاش ملكه، عارف انت مجموعه اللي كله هيدرب في بعض، مجموعه حرفيا ما فيش واحد صاحبك او يوتيوبر هيطلع يقول لك على توقع سليم للمجموعه دي، هتلاقيها لبست، هتلاقيها فاهم حظ جت معاه. انا بقول لك لو جت في التوقع اللي انا هقوله لك ده يبقى جت معايا، يبقى مشيت معايا، لكن ده اللي هيحصل مفيش حد يقدر يتوقع بنسبه 100%. فانا من الاخر كده عندي توقع بسيط لهذه المجموعه، ولو خاب ما حدش يحاسبني، ما تجيش تحاسبني في الحلقه بتاع دور 16 اللي هنعملها ان شاء الله، فانت ما تجيش تحاسبني فيها. باريس مركز اول، ميلان مركز ثاني، نيوكاسل للدوري الاوروبي مركز ثالث، وبروسيا دورتموند اخيره مركز رابع. ده التوقع بتاعي، وقول لي توقعك خصيصا للمجموعه دي ايه، ونتحاسب في دور 16. المجموعه دي السيتي هيجيب ال 37 نقطه اللي هم هياخد كل الماتشات دي كده، ولابزك تاني، يعني من الاخر يا جماعه هو السيتي اول ولابزك تاني. يمكن بقى قول مثلا يونج بويز ده اللي ممكن يبقى في المركز الثالث، والنجم الاحمر. اصل انت ما بتقوليش النجم الاحمر الصربي عنده مشروع، نجم بص صربي عايزه تعمل ايه في الكوره، ولا بويز ده بص من الاخر كده هو السيتي هياخد 37 نقطه اللي هم بتوع الماتشات كلهم، ولابزك هيصعد مركز ثاني وثالث ورابع، ودي مالهاش ملكه، يعني ثالث او رابع مش فارقه كده بين الاثنين، بس انا بقول لك الثالث يونج بويز والرابع النجم الاحمر. ومسك الختام يا باشا، مسك الختام برشلونه اخيرا بيقع في مجموعه سهله، بيقع في مجموعه ما فيهاش لا البايرن ولا الانتر، عشان اتخنقت، عشان انا تعبت، بيقع في مجموعه سهله. فاكر لما قلت لك ان ارتيتا المفروض لو ما صعدش ما يلعبش في كاس مصر، قلت لك في واحد تاني تشافي، لو ما صعدش من المجموعه دي هنقفل النادي، نقفل النادي خلاص بقى، لا ديون ولا بتاع، هنقفل النادي بقى، نفتحوا قهوه فاهم، نلعب طاوله مع بعض اللي هي فيها لوجو برشلونه دي، برده الحاجات دي بتحب الناس. ممكن بقى نغير النشاط، ننفصل كاتالونيا كلها ونروح نلعب في الدوري البرتغالي، نروح نلعب في الدوري الانجليزي، نغير الموضوع لان هتبقى باخت. انت معاك في المجموعه بورتو، ما تفكرنيش بقى بذكريات بورتو وجوزيه مورينيو وبتاع، ما تفكرنيش بيها. شختار واوكرانيا اصلا ما عندهاش حاجه بتبكي عليها، فهي ما عندهاش كوره، تقول ان اوكرانيا فيها كوره، ده حتى مودريك راح راجل تشيلسي ما عملش حاجه.
حاجه. وعندك انتورب يعني هو اسمه انتورب، فيعني ده مش مستاهل اقول لك عليه حاجه تاني. فانتورب ولا انتورب ولا مش عارف بتنطق ازاي، فريق بلجيكي. ما حدش يقول لي بقى ان هو عنده الاساس اللي هيبني عليه، وده انا عندي بروجكت حاجه انفذه في دوري الابطال لا يا اسطى لا. فهي من الاخر مجموعه سهله تصعد فيها اول مستريح، هتصعد فيها التاني هقول لك بس تمام يا عم ماشي تاني. ما تصعدش خالص على الطلاق نمشي النادي، ده احنا نقفل النادي فيها دي. فبرشلونه في مجموعه سهله، برشلونه في مجموعه ما جاتلوش من سنين. اصعد ونشوف دور 16 اللي يجرى فيه، بس على الاقل اصعد يا اول يا تاني، بس هي اول يعني انت لازم تصعد اول. فالترتيب بالنسبه لي عشان ما طولت عليك، برشلونه مركز اول. وش شايف وش اللي انا قلتها دي هتتاخد عليا، والله وش اللي انا قلتها في الاول دي هتتاخد عليا. وبورتو مركز تاني، ومش فارقه معايا بقى بعد كده اللي يجي اي انتورب ايه شختار، بس هو شختار هيجي مركز ثالث، وانتورب ده هيودعنا. روح يا باشا حقق البروجكت بتاعك في اي جروب تاني. وبكده تكون خلصت التوقعات بتاعتي، مش توقعات، تكون خلصت التاكيدات بتاعتي على مين يا نهار اسود، على مين اللي هيصعد في دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا. قول لي توقعاتك في الكومنتات، هبقى سعيد جدا لما نيجي نتناقش فيها مع بعض. وشكرا جدا يا صديقي ان انت وصلت معايا لحد هنا في الحلقه. اتمنى ليك الخير والجمال والعفاف والتقوى والورع والاكل والبشاميل وكل حاجه. اتمنى ليك كل حاجه حلوه، واتمنى برضو ان انت تكون تابعتنا على كل اكونتات السوشيال ميديا. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، وشكرا جدا يا صديقي، وادام الله العز والسعاده عليك. سلام.